السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير على أحلى متابعين. كلمتكم مش أول ما جيت، أنا كده نضفت واتهديت وتعبت مش قادرة أتكلم، بس أنا معملتلكوش فيديوهات امبارح فقلنا نتكلم النهاردة. في الأول كده أول ما بخش تبقى المية خلصانة خالص، فببدأ أحط الأول مية وبعدين الأكل. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الحاجات دي بتبقى فاضيه. انا النهارده عملت لو انتوا فاكرين، زودت الدور التالت اهو، نقيت كل الكبير وحطيته فوق. بصوا انا ماشيه بالترتيب، انا تحت خالص مقربه خط الميه لتحت. ليه؟ عشان كنت بحضن تحت، فالاوزان اللي تحت دي كلها 250 270. طبعا دي اقل حاجه الاوزان اللي تحت دي. لو طلعنا فوق شويه هيزيد شويه. اكتر حاجه بقى خالص ما شاء الله اللهم بارك اللي هي فوق دي 400 و500. طب ايه الفرق اللي جايلك ده؟ ليه عندك 250 وليه عندك 400 و500 جرام نص كيلو؟ طبعا عشان انا ظروفي مختلفة، عشان انا باجي يوم واحد وبيبقى الكمية كبيرة فما بياخدوش حقهم في الاكل والشرب، فانا راضية بتفاوت الاوزان، انا راضية على قد ظروفي. تمام كده. تعالوا هنا بقى نفس الكلام، بسم الله ما شاء الله اهو، ده اكبر حاجة برضو، ودول برضو اهو. عندي هنا البط بسم الله ما شاء الله معاه كام فرخة. ليه حاطة السقاية دي؟ عشان الفراخ الصغيرة دي ما كانتش عارفة طريق النبل ده، وبعدين انا عندي واحد شغال واحد مش شغال، فعلى ما اجي اصلح التاني واشوفه قلت الحقهم ان انا احط لهم حاجة. وادي الفراخ الحرة بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك. طبعا المكان بدأ يضيق عليهم، انتوا واخدين بالكم بسم الله ما شاء الله ان هم كبروا والمكان بدأ يضيق عليهم. وادي السمان هحط له دلوقتي نشاره بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والسقايه دي ما شاء الله خلصوها دلوقتي، هشيلها واحط سقايه غيرها، وحطيت لهم العلف. انا كده يعتبر خلصت، ما فاضلش غير احط هنا علف، قصدي نشاره وميه، وهنا ازود ميه. طيب في سؤال بقى، يقولوا لي انت بتحطي فين السبله اللي تحت دي؟ انا ما برضاش اصور لكم انا بعمل ايه في السبله عشان ما تتقرفوش، يعني ممكن يكون في حد بيتقرف. انا بجيب جردل، شايفين الجردل ده وليكن مثلا، والله ما قادره يا رب اهو. الجردل ده انا بجيب بتاع حديده كده زي بتاعه الموان، وبكحت بيها الدراج دي كلها، وبعبي دي بتبقى مليانه على اخرها. يعني انا مليت النهارده الاربعه دول، بس انا اللي فوق دول لسه ما عملوش حاجه، انا لسه حطاهم. فانا جيت النهارده خدت الدور اللي في النص ده كله عباره عن درجين، كل درج متر، واللي تحت دول درجين كل درج متر. ما شاء الله مالوا الجردل ده. بعمل ايه بقى؟ عندي حاجتين، يا اما بحطهم بنزلهم تدريجي في قاعده الحمام، وببقى مجهزه جردل زي ده ميه، وافضل ازود، يعني بنزلهم على 3 مرات كده، وازود ميه بحيث تتصرف بسرعه. او انا عامله بلاعه كبيره في الحمام في المطبخ ايام ما كنت شغاله الفراخ يوميا، فبرضه بزقهم في البلاعه وبخرطوم الميه بنزلهم. طبعا مجهود، بس الصراحه يعني احسن من النشاره. على الاقل لما بتبقى في ريحه، مجرد ما شلت السبله دي اللي في الادراج دي خلاص ما بقاش فيه ريحه، يعني محدش هيشتكي. انا نفسي لما باجي الصبح كل يوم لو انا سبت السبله دي يومين ورا بعض باجي احس ان في ريحه، انا ما بقعدهاش اكتر من يومين الصراحه، لان هما كانوا لسه صغيرين، فما بقعدهاش اكتر من يومين بالظبط، واجي اعبي. والبطاريه اللي وراكوا دي الاربع ادراج دول مالوا برضو الجردل ده مالوه مره، يعني انا شلته النهارده مرتين، فكحته والحط ده صعب برضو والله، بس انا راضيه، يعني ربنا يأجرني على قد تعبي وشقايه. الادراج دي بقى عشان خاطر ما تعملش ريحه برضو، يعني يفضل كده ان هو مرتين 3 في خلال الدوره تتغسل بالميه والصابون والليفه كده وتنضف كده وكأنها جديده. ليه؟ عشان البقايا اللي تحت، ما احنا بننضفها بالمسطرين دي ولا البتاع بتاعت الصنايعيه، بس برضو بيبقى فيه اثر، يعني انتوا شايفين كده فيه اثر. انا عايزاه يعني تكمل نظافه. فبيجي في يوم كده يكون مثلا الواحد صحته مساعداه، واكل كويس، صاحي كويس،
يروح ماسكهم بفرشه كده وشويه صابون، ويا ريت لو نقطه كلور يبقى احسن، نلمهم كلهم خالص كده وننضف ونحطهم من اول وجديد. دي حاجه كويسه. انا كنت حاطه تحت في الدور اللي تحت خالص، كنت حاطه سقايات لو انتوا فاكرين اهي، انا شلتهم وسبتهم يشربوا من القب اللي تحت، واللي فوق لان انا منقياهم اكبر حاجه، فبصوا طايلين الكب اهو بيشربوا عادي مفيش اي حاجه. اللي في النص عشان هم لسه صغيرين شويه انا خايفه ما يطولوش الميه، قصيرين يعني، فسايبه لهم ادي العلاب السقايه باينه اهي، وادي السقايه باينه اهي. تمام. ده كده الموضوع الجديد بقى. انا النهارده ان شاء الله، امبارح انا كلمت الشركه بتاعه البطاريه دي واتفقنا، الله المستعان الله المستعان يا رب، ان انا هجيب ان شاء الله 2 واحده عشان اكمل دوره الفراخ البيضه دي، لان دي البطاريه دي والبطاريه دي مش هيكفوا معايا الكتاكيت اللي انا جايباها، فانا مش عايزه احط في الارض، فانا هحتاج واحده كمان كبيره جامبو زي دي عشان تكفي معايا دوره الفراخ البيضه اللي بجيبها كل شهر، وبكده مش هحط اي حاجه في الارض. طيب انا جايبه التانية ليه؟ جايبه التانية عشان هحطها في الاوضه التانية بتاعه الحمام، وهحط فيها الفراخ اللي في الارض اللي هي الكبيره. هتقعد قد ايه يعني؟ ممكن اقعدها شهر كمان. انا عايزه اسيب جزء للبيض من الفراخ الفيومي، والباقي الناس مستنيه ان انا اطلعه وابيعه. طيب الارض هيبقى فيها ايه لما انا اشيل بقى الفراخ الفيومي واستسه من الارض واحطها في البطاريه الكبيره اللي زي دي جوه؟ الارض هتبقى فاضيه. هنضف الارض كويس قوي واسيب البط فيها، الذكر والثلاث نتايات بتاعته، وان شاء الله على ما تيجي البطاريه كمان اسبوع 10 ايام اروح واخده كل اللي انتوا شايفينه ده واحطه جوه. مش هيعمل برضو ريحه وحشه في الارض زي الكبيره، يعني السبله بتاعتهم هتبقى صغيره والدنيا حاره هتنشف بسرعه، فالمهم هيبقى ان شاء الله في نظافه كويس يعني. هطلع بقى الفراخ الساسو واروح في البطاريه حاطه الفراخ دي لما تيجي تكبر، وهكذا بقى نمشي الدوره كل شهر ان شاء الله، يدينا ويديكوا العمر والصحه. اتزنقت جامد قوي 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 الشهر ده، فرتكت فلوس الفريزر، وبرده هتأثر معايا في فلوس العلف. يعني انا جبت 10 شكاير علف، هحتاج كمان حوالي 15، ودول برده بمبلغ وقدر، يعني ممكن يخش لهم في 7-8000 جنيه. الله المستعان بقى، ربنا يرزقني بيهم من حيث لا ادري ولا احتسب، عشان الموضوع ده برده ضغط نفسي. اخيرا بقى الاخت اللي سالتني على موضوع الشقه، وان صاحب الشقه سايبني اجرها كده او ابهدلها يعني كده. فانا اول ما جيت اجرت الشقه دي هو ما كانش عايزها. احكي لك قصه كده سريعا. انا كنت بدور على شقه جنب بيتي، فهو كان عارض شقه ليه. اتصلت بيه في الوقت اللي انا اتصلت بيه كان في حد تاني اخد الشقه، فانا يعني هو حس مني كده ان انا كنت محتاجه الشقه قوي، فكان عندهم شقه تانية اللي هي الشقه اللي انا فيها دي، واصحابها مستغنين عنها، يعني ربنا يغنيهم ويغنينا يا رب، مش عايزينها، قافلينها، استلموها من الجهاز وقافلينها. فقال لي طب ترضي تروحي المنطقه الفلانيه؟ فقلت له انا كنت عايزه افتح باي شكل، عايزه امشي يعني اربي كميه باي شكل في حته بعيده عن بيتي، يعني كان في مشاكل احنا في غنى عنها ان احنا نتكلم عنها دلوقتي. فقلت له اروح. فجابني الشقه هنا وفتحها وشفتها، كانت تسليم جهاز خالص زي ما هي كده، يعني بياض ابيض، مش عامل فيها اي حاجه. حتى والله العظيم كنت اجي افتح الدش حنفيه تقع في ايدي، ادوس السيفون باظ، يعني تسليم جهاز مش انتوا عارفين تسليم الجهاز ما بيبقاش يعني حاجه كويسه يعني. المهم قلت له خلاص الله المستعان. قلت له بس انا عشان اعرفك انا مش هسكن فيها، انا هعمل مشروع فراخ. فراح قال لي ماشي مفيش مشكله، انا ارتحت لك وان شاء الله دي يعتبر شقه اخوكي. فانا قلت له ربنا عالم، انا هعملها يعني هحافظ عليها كانها شقه اخويا بالظبط. وبيني وبين نفسي انا قلت والله هو قال لي وقت ما تحبي تشتريها في اي لحظه وربنا وسع عليكي، احنا كده كده مش عايزينها، قولي لي ونديها لك، يعني شو نقدرها ساعتها. بس طبعا مبلغها كبير، يعني انا لو اعرف بسم الله ما شاء الله، يعني اول ما انا جيت هنا كان من حوالي 3 سنين ونص، كانت الشقه ب120,000 جنيه، دي اللي انا فيها كانت ب120,000 جنيه. مساحتها 75 متر، 3 اوضتين وصاله زي ما انتم شايفين كده، ما انتم بتجول معاكم فيها. بس انا بقى ما كانش عندي العقليه ساعتها، انا كنت عايزه اكبر المشروع، فكان كل قرش يتكون معايا اروح اجري اشتري بلانيك ب1000 جنيه، اروح اجري اشتري فريزر جديد، واروح تاني فريزر. حطيت فلوس كتيره. لو كنت اوعى لنفسي او عاقله شويه، يعني انا عاقله الحمد لله، بس يعني لو كنت وعيت للحته دي كنت لحقت الشقه وهي رخيصه.
دلوقتي الشقة اللي أنا فيها دي جايبة 350,000 جنيه. يعني الأرزاق بإيد ربنا. طب أنا تقريبا معيش ربعهم، يعني 350 دول أنا معيش ربعهم، فماليش عين إن أنا أقول له اشتري. فالأرزاق على الله، قادر ربنا يرزقني بيها أو بأحسن منها. بس أنا نيتي سواء ربنا رزقني بيها سواء هرجعها له، أنا عمري ما هرجعها له بالمنظر ده أبدا. يعني أنا دايما في كل تصرفاتي مع الناس، وانتوا كمان لازم تفكروا كده، ان اي موقف انتوا تعملوه مع حد او مشكله تحصل، حطوا في تفكيركم ان انت واقفه قدام ربنا والمشكله دي هتتعاد تاني، ويا ترى الشخص ده هيبقى ليه حق ولا ملوش حق، يا ترى انا هبقى عليا ولا ليا. فانا دايما في اي موقف بيحصل في حياتي انا بفكر في اخرتي. فانا نفسي مرضاش اقف قدام ربنا واقول له بص يعني ان انا اديته الشقه مثلا بالمنظر ده، او بصوا يعني حصل رشح من فوق ده بس مش بتاعي، يعني ده من فوق، الحيطه من تحت اتبهدلت اهو، ما حصلش اي حاجه في الارض، الارض سليمه. يعني طبيعي ان انا لو هاجي امشي همسح له الارض، يعني مش هسيبها له كده مثلا بالعك اللي فيها ده ولا بالنشاره اللي فيها دي، اكيد همسحها. لكن انا مني لنفسي الحيطان، والله انا قلت مني وبين نفسي، حتى في ناس استغربت يعني من قرايبي او القريبين ليا، فبيقولوا انت عارفه هتبيضيها بايه؟ قلت له ابيضها زي ما بيضها ان شاء الله تكلفني 5000 جنيه، انا هديها وش نظافه اقابل بيها ربنا يوم القيامه، ان انا زي ما خدت من الراجل حاجه نظيفه هرجعها له حاجه نظيفه بس. فما تقلقيش، انا عارفه ان انت بتسالي يعني خايفه عليا او كده، فانا ان شاء الله بخاف ربنا وانتوا كمان خافوا ربنا في كل تعاملكم ان شاء الله. ربنا عشان كده ربنا بيقف جنب الواحد، وربنا ييسر لنا الحال يا رب. وكالعاده تشجعوا وربوا لبيوتكم، اعملوا اي حاجه وادعوا لي ربنا ييسر الحال والواحد يقدر يعمل اي حاجه في حياته. التربيه صعبه بس ممتعه للي بيحب الشغل. واهو بصوا الحلويات، يعني العيال مستنيين بفارغ الصبر يكبروا عشان خاطر نبدا بقى نحشيهم، وهوريكم باذن الله لما نيجي نذبح ونحشي منهم والله تحفه، هوريهم لكم باذن الله. طولت عليكم النهارده، ما تنسوش بقى تبسمك في وجه اخيك صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، واقرب الناس للصدقه هم اهل بيتك، لازم تصدق عليهم. اللي ما قالش كلمه حلوه النهارده لزوجه او لزوجته، روحوا النهارده فرحوا بعض وقولوا كلمه كويسه، قولوا كلمه طيبه. اللي زعلها ابنها تطبطب عليه وتقول له معلش وتراضيه، واللي مزعله بنتها نفس الكلام. الدنيا يا جماعه مش باقيه، ومفيش حاجه مستاهله، ومفيش حاجه مستاهله والله، والسيره الطيبه والعمل الصالح هم اللي بيقعدوا. فاعملوا لاخرتكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.